لماذا ضعفت حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ لست أنا الذي أضاعف وحدي، علماؤنا الأولون يضاعفون. السند فيه ضعف، السند فيه ضعف، فيه اضطراب، فيه أكثر من علة، ثم هو معارض بأحاديث الكفاءات في النكاح. فإذا جاءك رجل ترتضي دينه وخلقه، وهل يلزم أن تتزوجه ابنتك؟ ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. يا رسول الله، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام معاوية لدين ولا خلق، إنما قال: صعلوك لا مال له. هذا وأحاديث الكفاءات معروفة أيضا. بارك الله فيك.